اطيب فروج مشوي راح تدوقوه من تحت ايدين ميوشي ست الكل. والله يا جماعة راح تدعولي. جربوها جربوها وشوفوا، شوفوا اللون، الطعم، والله خرافي ومستوية من هي نهي. ما شاء الله. شوفوا شوفوا كيف حتى زنخة ما فيها. والله من السوق بتجيبيها بتشوفي ريحة الزنخة. والله انا قرفت الفروج من اني هيك جيبه من السوق، قمت قلت هيك لحتى اعمل على ايدي. وهي عملت جنبها خضار بطاطا وفليفل وبندورة. تعالوا نشوف طريقة التحضير يلا. السلام عليكم، كيفكم غوالي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعت لكم بطبخه جديده. طبختنا اليوم فروج مشوي، وبدكم اعملكم فروج نفس طريقه السوق. تعالوا لحتى نشوف طريقه التحضير. هاي الفروجه نظفتها غسلتها، ما خليت فيها شعر. شايفين لونها مثل التلج صارت. هلا راح نحط معلقه هي دبس بندوره، وهي دبس فليفلة. عنا ورق غار وحبة هال. شايفين كم حبة هال؟ نص ليمونة من عصرة، والنص التاني منقطعة ومنفرمة مع الفروجة. منقطع الليمون مشان الزنخة، ومنحط معلقة كزبرة وملح حسب الرغبة، كمان تقريبا معلقة. وهي بهار، نص معلقة بهار، وربع معلقة كركم مشان اللون. هلا بنخلطها. شايفين بهالشكل. من جوا كمان من قلبها نحاول ندخل الملح والبهارات. نحط لها شي معلقتين زيت، هيك بهالشكل، زيت عربي، ومعلقتين زيت نباتي، تقريبا معلقتين، وبنحط معلقتين لبن. هلا بنخلط كمان. هيك بتتأمر مزبوط مع اللبن، تصير أطيب. بنشوى شوي حتى الزيت بشوية. ترشيه من الداخل كمان لا ننسى. هلا هيك بنعمل بالسكين. كلها بننخزها بهالشكل مشان يتشرب البهارات لقلبها. هلا بنتركها تقريبا شي ساعة، وبعدين بنحطها بالفرن، بنحطها بكيس الحرارة. هلا بنرجع نتركها شي ساعة، بعدين نرجع لكم نحطها. هلا هيك حطيت ورق زبدة. هاي خربوجة ربطتها بكيس. هلا بس هلا بغزها غزي بالسكين بس هيك مشان ما يحبس هوا وينفش الكيس بالفرن. هلا بنحطها بالفرن. هون على جنب
حطيت بورق سلوفان بطاطا وبصل وثوم. سلفنت البطاطا والثوم والبصل هون. رجعت حطيت بندورة وفليفلة هلا بينشووا مع بعض، وهيك حطيناهم بالفرن تقريبا بعد 3 ساعات استوت الفروجة والخضار. وصحتين وهنا على قلبكم ودوقوا وشوفوا النتيجة. ما شاء الله طعم خرافي بجنن. جربوه يا جماعة والله رح تدعوا له. وهيك بتدوقوا أطيب فروج مشوي من تحت ايدين ميوشي ست الكل. لهون بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو يحط لايك ولا ينسى يشترك بالقناة ما مشترك، وبشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.